أهلا بكم أعزائي وأصدقائي المتابعين. طبعا هذه الحلقة أتت بعد إصرار الكثير من الأصدقاء على أنه لماذا دائما تهتم بالدوريات الخمسة الكبرى والدوريات العربية الأخرى، ولا تهتم بالدوري اليمني ولا تعطي في ذلك أو تدلي بدلوك في هذا الجانب. اليوم سنخصص حلقة قصيرة جدا للمنتخب اليمني، سواء كان في فئة الناشئين أو فئة الشباب أو الأولمبي أو حتى الفريق الأول. دائما اليمنيين شغوفين بحب كرة القدم، يعني مهما صعبت عليهم الحياة والظروف والاقتصاد وكل جوانب الحياة إلا أنهم يتشبثوا دائما بالأمل، يعني يرتصوا بالمئات خلف الشاشات بل بالآلاف وقد تصل إلى الملايين أحيانا خلف الشاشات لمشاهدة منتخب هم عارفين إمكانيات أنها صفر وعارفين أنهم غير مؤهلين للفوز بالبطولات، إلا أن العشق والنهم الموجود الرياضي لدى الكثير من الجمهور اليمني هو الذي بيجعله يقف خلف الشاشات مشجع ومؤازر. بل أن المهاجر اليمني والمغترب اليمني هو أكثر مغترب يساند فريقه ووطنه، يهتفون خلف الشاشات بالروح بالدم نفديك يا يمن، ويعني يبذلون الغالي والرخيص ويقطعون المسافة الطويلة من أجل أن يساندوا المنتخب اليمني، سواء كان في الدول الشقيقة أو حتى في الدول الأجنبية والآسيوية الأخرى. هذا الجمهور الوفي ألا يستحق أن يتم إعطائه فرحة تثلج صدره؟ دائما المنتخبات اليمنية أسسها ضعيفة. الأسس هي تبدأ من الدوريات هي التي تصنع اللاعبين وتصنع الأندية، هي التي تخرج المواهب. دورينا ضعيف، دوري مهزوز ومتشتت مثل تشتتنا السياسي والعقائدي وما شابه ذلك، يعني نحن صفر في جانب الوحدة الرياضية. دائما نعتمد على المدرب المحلي. لماذا؟ ما فيش معنا فلوس أساس نجيب مدرب أجنبي محترم. حتى خيارات الاتحاد اليمني لكرة القدم خيارات غريبة عجيبة، يعني بيجيبوا مدربين جزائري أوزبكستاني مغمورين عمرهم ما حققوا إنجاز في حياتهم تماما، ويجي لليمن وحتى يتكلم في أول مؤتمر صحفي بأني لا أعدكم بشيء ولا يمكن أن أصنع لكم شيء، أنا فقط جيت أستلم فلوس من الاتحاد اليمني، والاتحاد اليمني هذا هو فقط أسقط الواجب أنه جاب مدرب. المدرب المحلي يحتاج إلى تأهيل. بتقام هنالك صحيح دورات تدريبية في اليمن برعاية الاتحاد الآسيوي وبرعاية الاتحاد الدولي، إلا أن هذه يعني المدرب الوطني ما بتحلش فرصة أنه يدرب فرق، ودائما ما بيعتمدوش عليه كثير جدا، خاصة من الذي معهم مؤهلات والذي بيدرسوا وغير ذلك، ويشتوا من هؤلاء أنهم يحققوا لنا نتائج وإنجازات. شفت مباراة اليمن أمام الكويت، بصراحة اللاعبين في مواهب عظيمة، في مواهب جميلة، في مواهب تستحق الدعم وتستحق الوقوف خلفها وتستحق مؤازرتها ومساندتها، مثل ما كان منتخب الأمل الذي وصل إلى نهائي كأس العالم في تلك المرحلة، ومن ثم الفرق الأخرى. الآن في فريق شباب، يعني فريق جميل جدا، فريق قوي، فريق متكامل، ينقص فقط مدرب يديرهم، يدير هذه العناصر ويثبت أماكنها ويوصلهم إلى حاجة جميلة جدا خاصة في كرة القدم. اليوم بنشوف عشوائية لا متناهية أمام أضعف منتخبات البطولة. المنتخب الكويتي لم يحقق انتصار ولم يحقق حتى أي هدف، وشباكه امتلأت بالأهداف، بالرغم من ذلك وقفوا كالأسود أمام اليمن. لماذا؟ لأنه كلما أتحت فرصة للخصم بأنه يستأسد عليك ينقض عليك وأنت بعدين تلاحق بعده، يعني الكويتيين يبدأوا بهدف السبق وأنت تلحق بعدهم من أجل إيش؟ تتلافى ذلك. المدرب هو مثل الطباخ، يضع البهارات في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، ويضع هذا المقدار بكذا ومقدار كذا حتى تخرج لك وجبة جميلة. وهنالك من الطباخين أي المدربين ناس عشوائيين، يعني يعجن الأخضر باليابس ويجيب لك مخضرية طعمها زفت وشكلها زفت وما تخرج بأي محتوى نهائيا. جيب مدرب وطني يبدأ بالاهتمام بهم ويدربهم ويعلمهم الأشياء البسيطة من استلام وتسليم وانتشار وما شابه ذلك، ويجيب المدرب الأجنبي القادر على أن يضع التشكيلة والتوليفة المناسبة واختيار العناصر بدون مجاملات واتصالات وتلفونات وما شابه ذلك، من أجل أن نخرج بأجمل تشكيلة وتوليفة تسعد الجمهور ذلك الذي يأتي ويقطع المسافات ويبذل الغالي والرخيص والفلوس والمال من أجل أن
يصنع الفرحة، ومن أجل أن يؤازر ذلك المنتخب. منتخبنا وصل إلى مرحلة جميلة، ربما أدى أداء رجولي أمام السعودية، أداء رجولي أمام عمان، واكتسح بثلاثية، وهذا شيء جديد. المنتخب الكويتي الذي خسرنا أمامه البطولة السابقة بهدفين مقابل لا شيء، الآن نعادله ونضيع عشرات الفرص برعونة المهاجمين. لكن أنا لا ألومهم، لا ألوم أي لاعب نهائيا، بل ألوم المدرب. المدرب هو المسؤول عن تهيئتهم. عندما تدخلهم إلى مباراة وأنت عارف أنها مباراة مفصلية، السعودي بتباري منتخب قوي جدا مثل منتخب عمان، طيب وأنت بتباري منتخب ضعيف، دائما الضعيف هذا يعمل لك حجر عثرة ويقاتل بالروح وبالدم على أساس أنه إيش، يعرقلك ويمنعك من الصعود ومن التأهل. أولا وقبل كل شيء أن نجد حل لهذا الاتحاد اليمني الذي أصبح أقدم اتحاد في تاريخ الكرة الأرضية. يعني ما فيش اتحاد جيلا بعد جيل وجالس فيه أحمد العيسي إلا هو. هذا رقم واحد. الرقم الثاني، يجب أن نهتم بإيجاد مدرب أجنبي ممتاز قادر على توظيف العناصر المحلية واختيارها بعيدا عن كل المحسوبيات بمهنية عالية. الشيء الثالث، يجب دعم تلك العناصر وعدم تركها لتلاقي مصير العناصر والمواهب السابقة. يجب أن ندعمهم. فأنا أرى في منتخب الشباب الموجود منتخب جميل وقادر على أن يصنع الفارق مستقبلا. ولا تنسوا أن هذه بطولة الديار العربية هي بطولة ودية، يعني هي ما هيش رسمية بالشكل ولدينا التزامات واستحقاقات آسيوية ومؤهلة إلى كأس العالم، فيجب أن نهتم بها ولا نعطي اهتماما، ونعتبرها بطولة إيش، تدريبية تأهيلية تجريبية، من أجل أن نصنع بهذه العناصر مجدا جميلا وابتسامة لتلك الجماهير الجميلة التي حضرت في كل الملاعب. أتمنى أن أكون سلطت بعض الضوء على بعض الإمكانيات التي لدينا والسلبيات التي يجب أن نتجاوزها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.